السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكورة مع الدمرداش. النهاردة بقى بنتكلم عن شخصية لها تاريخ في الرياضة وخاصة كرة القدم. شخصية جميلة، شخصية محبة لكل الناس. الشخص ده مصر كلها بيتهيألي كده إلا ما رحم ربي بيحبوا الشخص ده، إن شخصية لها كل تقدير في قلوبنا لما حققه من إنجازات وبطولات في كرة القدم. كان لاعبا موهوبا ورائعا، ورسم اسمه بالتاريخ بحروف من ذهب، وتألق كمدرب وأصبح من ألمع المدربين على الساحة الكروية بالنسبة للبلاد العربية والبلاد الأفريقية وأيضا العالمية. الشخصية اللي هنتكلم عليها دي ابن كفر الدوار، كابتن حسن شحاتة. حسن شحاتة يا معلم، خليت الشباك تتكلم. حسن شحاتة يا حبيبنا، اوعى تمسي وتسيبنا. حسن شحاتة يا لعيب، حبيبي يا كابتن حسن. كابتن حسن شحاتة مثل اعلى. كابتن حسن شحاتة نموذج مشرف للمدرب الوطني، له كل التقدير والاحترام. شخص من اصل طيب، ولد سنة 1947 في كفر الدوار، وتألق في صفوف نادي الزمالك. واثناء الحرب بتاعت يونيو احترف، اتجه للاحتراف في قزمة الكويتي، قعد 3 سنين وبعدين رجع تاني تألق في صفوف نادي الزمالك لمدة 12 سنة. وتألق بعد كده في النواحي التدريبية، وخصوصا بعد ما تولى تدريب الأندية الدرجة الأولى وصعود 3 فرق، ألا وهي المنيا والشرقية والسويس. كما تألق مع نادي المقاولون العرب. طبعا احنا عارفين ان في نفس الموسم خد كاس مصر قبل ما يروح منتخب مصر على طول. في نفس الموسم خد كاس السوبر من أندية القمة. كابتن حسن شحاتة أصيل، أصيل، إنسان مصري أصيل. علمنا يعني إيه مشاعر، علمنا يعني إيه حب، علمنا يعني إيه خوف على البلد. بني آدم محترم، جدع، ابن بلد، لعب أعصابه. رغم وجود طبعا ناس كلها بتقول لك وجود منتخب الساجدين معاه، المنتخب الرائع طبعا، بس أنا بقول مدرب محترم أو مميز مع لعيبة مميزة هيدينا نتاج محترم. بإدارة طبعا، بخلاف الإدارة رحمة الله عليه كابتن سمير زاهر، علامة من علامات رؤساء مجالس اتحادات الكورة. الشخصية النزيهة المحترمة رحمة الله عليه كابتن سمير زاهر. شخصية جميلة، شخصية رائعة برضو. تكاتفت ووقفت مع كابتن حسن، وقبل منه وقفت مع كابتن الجوهري العظيم رحمة الله عليه. كابتن الجوهري رحمة الله عليه حقق أفريقيا وصعدنا كاس عالم. كابتن حسن شحاتة حقق 3 بطولات أفريقيا. سطر تاريخ مصر بحروف من نور. علم الناس يعني ايه حب الوطنية لمنتخب بلده. بجد كابتن حسن شحاتة صعب يتكرر. كنت اتمنى الاتحاد كان يمسك فيه بايده واسنانه حتى دلوقتي، وكان يكرمه زي ما قطر الدولة الشقيقة كرمته وحضر كاس العالم واتكلم وعلق من غير ما يغلط في حد. كابتن حسن شحاتة ما ينفعش نقول له شكرا على شاشه تاريخه اللي هو عمله. ما ينفعش التاريخ الكبير ده ينهار يا جماعه. ليه احنا كده؟ ليه احنا كفاءات بنركنها على جنب، بنقصيها، بنقولها شكرا متشكرين؟ ما ينفعش. كابتن حسن شحاته محدش في الشعب المصري ما بيحبكش. ابو كريم صاحب البصمه الجميله، وهو لعيب وهو مدرب
يا رب يديك الصحة والعافية، واشوفك دايما منور الدنيا كلها، وما تزعلش، لان للأسف الشديد لا كرامة لنبي في وطنه. كلنا عارفين ان انت صاحب تاريخ وتاريخ مشرف، كلنا عارفين ان انت مكانك في قلوبنا يا ابو علي. تحياتي ليك مني ومن كل شعب مصر. اتمنى الاتحاد المصري يكرم الكابتن حسن شحاتة ويبقى خبير للكرة المصرية، ينتقي المدربين، هيعمل طفرة كويسة بجانب النواة التانية. المدربين التانيين الصاعدين صدقوني المنظومة هتبقى ناجحة. كفاية بقى نبص للغرب، عايزين نبص لنفسنا، عايزين نبص لبلدنا. بلدنا حلوة والله، بلدنا حلوة تستاهل مننا ان احنا نسطر تاريخها بايدينا مش بايدين حد تاني. يا ريت كلامي يوصل لكل مسؤول، يا ريت كل راضيين تدعمني عشان نحمي تاريخ الناس اللي بتعمل تاريخ محترم ومشرف في الكورة او في الرياضة عموما او في اي مجال، ونتكاتف كلنا معاها. كل الشكر كل التقدير للمعلم على اللي عمله في الكرة المصرية، وحقك عليا انا يا كابتن حسن. وان شاء الله باذن الله تعالى المرة دي بقى مش هنقفل الحلقة، المرة دي هنختم الحلقة بلقطات لكابتن حسن شحاتة عشان افكركم بالانجازات اللي عملها. اكيد ما نسيتوش الكابتن حسن. اشكركم والى اللقاء بعد ما تشاهدوا احلى كوكتيل محترم اتقدم للكابتن حسن شحاتة. السلام عليكم. سندكم خلاص، شيلوا انتقاداتكم خلاص 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 خلاص. الرجل كتب التاريخ، الرجل الذي غير التاريخ. كم انت قوي الشخصية يا شحاتة، كم تحملت، ولكن العبرة بالخواتيم. بطل افريقيا 2006، بطل افريقيا 2008، ذهبية الالعاب العربية بعد 30 سنة رجعت لمصر. ماذا تريدون؟ كم احبك يا شحاتة، لأنك مثال ونموذج للمدرب الوطني الذي يصمد والذي لا تدفع له مثل ما يدفع للأجنبي، ولكن شعاره حب الوطن، غايته الإبداع وغايته الانتصار.
she's a fairy tale. قليل من النجوم في مصر والعالم الذين تألقوا وهم لاعبون داخل المستطيل الأخضر، ثم وصلوا هذا التألق بعد الاعتزال وصنعوا اسما كبيرا ومميزا كمدربين. حسن شحاتة الذي تألق كلاعب بالقلعة البيضاء وأبدع على ملاعب القارتين السمراء والصفراء، يعتبر من هؤلاء النجوم الذين صنعوا الفارق بمهارتهم وهم لاعبون، ثم وصلوا التألق في مجال التدريب وأصبحوا من العلامات الفارقة في تاريخ كرة القدم في بلدانهم وقاراتهم. بيلعبها وانتو مع حسن شحاتة ويقدر يشوط حسن وكسر ناحية شمال وكرة حلوة جوه جول جوه جول. برافو يا حسن برافو يا حسن. حسن اللي فاهم ووصل لخط النص وبيزو وفات حسن وماشي حسن ومنفرد بالجول. برافو يا حسن. هيعمل ايه؟ ولعب كرة. يا سلام يا سلام. برافو ابو علي. بيرقص حسن شحاتة بيديله قدام وبيقول له امشي امشي امشي. هو الجول هو الجول هو الجول. جول 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 حسن شحاتة. جول. عادل عبد الواحد اداله وحسن مشي بثقة. ولد شحاتة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في 19 من يونيو عام 1947، وانضم للزمالك عام 67 قبل أن ينتقل للاحتراف في دولة الكويت مع فريق قزمة بسبب ظروف حرب يونيو، واستمر في الدفاع عن ألوان الفريق البرتقالي ل3 مواسم قبل أن يعود لقلعة البيضاء لمدة 12 عاما ويحقق 4 بطولات بواقع بطولة للدوري و3 بطولات لكأس مصر حتى اعتزاله لكرة القدم عام 83. دوليا شارك النجم الكبير مع منتخب مصر كلاعب في الفترة ما بين 72 و80، وحقق مع الفريق المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية عام 74. بعد اعتزاله لكرة القدم تولى شحاتة قيادة فريق الشباب بالزمالك، ثم تولى منصب المدرب المساعد في الفريق الأول موسم 85 و86 قبل أن يسافر للخليج لتدريب نادي الوصل الإماراتي والشرطة العماني. في مصر قاد المعلم 8 أندية مصرية في الدوري الممتاز والدرجة الأولى، وأبرز إنجازاته تمثلت في قيادة الثلاثي المنيا والشرقية والسويس لبلوغ الدوري الممتاز، بالإضافة إلى قيادة المقاولون العرب للقبي كأس مصر والسوبر عام 2004 على حساب الأهلي ثم الزمالك. مع المنتخبات حقق الرجل نجاحا كبيرا مع منتخب الشباب المصري عندما قاده للفوز بكأس الأمم الإفريقية للشباب ببوركينا فاسو على حساب كوت ديفوار عام 2003، وحقق الفريق معه نتائج مرضية في كأس العالم للشباب في نفس العام بدولة الإمارات العربية. مع المنتخب الأول تولى حسن شحاتة قيادة الفريق في 28 من أكتوبر عام 2004 خلفا للإيطالي ماركو تارديلي عقب الخسارة من منتخب ليبيا الشقيقة في الجولة الخامسة بطرابلس في تصفيات كأس العالم بألمانيا، ونجح معه المنتخب في الفوز ب3 بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية في مصر 2006 وغانا 2008 وأنجولا 2010، ولعب معه المنتخب 18 لقاء في النهائيات دون خسارة واحدة. على صعيد الإنجازات والبطولات حقق منتخب الساجدي مع مدربه الكبير الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية، ونال لقب كأس دوري حوض النيل في مصر عامي 2007 و2011.